المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. بل ما أجمل وأحلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا وهو يوصينا بعيشة الغرباء. قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: بينما كنت أسير إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم آخذ بمنكبي، فقال لي: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب أحبتي الذي لا دار له ولا وطن له ولا أهل له، يشتاق دائما للرجوع إلى أهله وإلى داره ووطنه. عباد الله، أما من مظاهر الغربة في زماننا اليوم وهي كثيرة متنوعة، وإليكم بعضا منها. غربة في العقيدة، فلا يوجد من هو متمسك بعقيدة السلف من جميع جوانبها إلا قليل من الناس. وانظر في كثير من بلدان المسلمين حيث انتشرت بدع وخرافات وشركيات وضلالات، سحرة وكهان، والله المستعان. ومن مظاهر الغربة أيضا غربة في تطبيق الشريعة والتحاكم إليها، فلا يحكم اليوم في أكثر بلدان المسلمين إلا بأحكام وقوانين الكفرة الفجرة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن المظاهر أيضا غربة في الالتزام بأحكام الإسلام، وقل المصلون وكثر المغنون، والله يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ومن المظاهر أيضا غربة في السلوك والأخلاق الفاضلة، فلا نكاد نرى من يتخلق حقيقة بأخلاق الإسلام في المعاملات وغيرها، فقل القدوات والأسوات. فكيف نستطيع أن نؤثر على غيرنا إذا فقدنا أخلاقنا وقيمنا؟ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ومن مظاهر الغربة أيضا غربة أهل الحق ودعاة الإسلام، وتسلط الأعداء عليهم وإيذاؤهم بشتى أنواع الأذى والنكال، سجن وتغريب ومصادرة أموال. وما ضرهم والله، فلهم عند الله أحسن مآل. قال سبحانه: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ومن مظاهر الغربة التي أصبحت واضحة للعيان غربة في عقيدة الولاء والبراء، حيث ميعت هذه العقيدة عند كثير من الناس، وأصبح الولاء والحب للدنيا ومصالحها، فأصبح أعداء الله أصدقاء. ما كأن الله قال: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ما كأن الله قال: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاق الغمض جفناه. لي فيك يا ليل آهات أرددها، أواه لو تنفع المحزون أواه. إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. ورغم كل هذه المظاهر والمخاطر سنظل متفائلون واثقون، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ورغم هذه المظاهر والمخاطر سنظل متفائلون واثقون، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكنني في ظل هذه الظروف أحذر الغرباء من أمور، أولها فتنة الشبهات والتأثر بأهلها الذين هم الأكثر في عصور الغربة. احذر بارك الله فيك من كلامهم المعسول ومن كلامهم الذي يغيرون فيه الحق إلى الباطل. أحذر الغرباء من فتنة الشهوات التي تطم وتصم وتجعل كثيرا يتنازلون وينغمسون في زخرف الحياة الدنيا وملذاتها. أحذر الغرباء من اليأس والقنوط
من ظهور الحق وانتصاره أمام تكالب الأعداء وتسلطهم على أهل الخير بالأذى والابتلاء. أحذر الغرباء من العجلة وقلة الصبر على الأذى مما يؤدي إلى التسرع والاصطدام مع أهل الفساد دون مراعاة للمصالح والمفاسد، فينشأ من جراء ذلك فتنة أشد وفساد كبير. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك.